أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة جديدة سعيدة وأنتم طيبين، ربنا يا رب ما يقطعنا عادة ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. سنتين وأنا معاكم، صحتي بتروح بس فداكم. ومعانا النهارده يا جدعان ضيف كبير جدا. هتقول لي كبير في إيه؟ أقول لك كبير في السن. ضيفنا النهارده يا جدعان ضيف كبير جدا من قبل التسعينات وهو عايش وياما فرح الناس ووزع هدايا. ضيفنا النهارده يا جدعان ضيف مش عادي، ضيفنا كله زبادي. هتقول لي زبادي إزاي؟ أقول لك يعني كلها لازقة في الشاي. معانا ومعاكم يا جدعان ضيفنا كبير جدا، دي أول مرة نجيبه في القناة عندنا، سبب إن إحنا بقينا في آخر السنة. ضيفنا النهارده يا جدعان هو هيكون بابا نويل. أهلا وسهلا بابا نويل. أهلا بيك يا ابني. قبل أي حاجة كده أنت هتفضل شايل اللي في إيدك ده ولا إيه؟ طبعا دي كيسة الهدايا ما اقدرش استغنى عنها. كيسة الهدايا يعني أكيد جايب لي هدية. لا ماشي. بس هسيبها عشان خاطرك. وماله يا بابا؟ أنت حبيبي يا بابا. حبيبي يا ابني. طب نخش في الأسئلة بتاع النهارده ولا إيه؟ يلا يا ابني خلي الناس تنبسط. أول حاجة طبعا كل سنة وأنت طيب يا بابا. وانت طيب يا حبيبي. السؤال الأول، أنت بتاكل منين وبتاكل إيه؟ باكل منين دي؟ ساعات بنزل اتمشى انا والغزالة بتاعتي. الغزالة الرايقة؟ لا بعد اذنك ما تحكيسهاش وانا ماشي عدم لا مؤاخذة، كمل يا بابا كمل. وقفنا عند ايه؟ ساعات بنزل اتمشى انا والغزالة بتاعتي في الجليد اللي عندنا ده، وبجيب شوية تلج، طبعا تلج مصري. طبعا يا بابا نويل، المنتجات المصرية من أحسن المنتجات في العالم. طبعا. بس بتعمل إيه يعني بالتلج ده؟ بجيب واعمل الوصفة السحرية بتاعتي عليه واعمله جيلاتي واكله. يعني من المختصر المفيد بابا نويل بياكل من الجليد وبياكل جيلاتي. صحيح يا ابني. يعني كل أكلك جيلاتي؟ طبعا. انت مش شايف دقني بيضة ازاي؟ ماشي يا بابا، نخش في السؤال اللي بعده. يلا بينا. السؤال التاني، واحد بيسألك بتفكرني ليه بقى؟ مالك فين؟ لا مفيش، مش عارف بيفكرني ليه. بيقول لك يا دفعة الثانوية السنة دي هتعمل ايه في الامتحانات؟ والله انا طبعا مش بتنبأ بالمستقبل، طبعا مفيش حد يقدر، بس انا بتوقع يعني انها تبقى سنة بيضة عليكوا زي دقني كده. بإذن الله يا بابا نويل، طالما زي دقنك يبقى بإذن الله خير. حبيبي حبيبي. نخش في السؤال التاني، واحد بيقول لك انت حقيقة؟ لا بلاستيك. ايه السؤال ده يعني؟ ارد اقول لك ايه يعني؟ مش انا فاهم. مش عارف والله، سؤال غريب. بس ماشي انا عديها. خش في السؤال اللي بعده. السؤال الرابع اللي معانا النهارده بيقول اكتر بلد بيحب يصيف فيها بابا نويل. اصيف ايه يا ابني؟ ده احنا عندنا الدنيا كلها تلج. بس عشان ما ازعلكش يعني ساعات بنزل انا والغزاله بتاعتي راس البر. بجد؟ راس البر؟ ايوه طبعا. راس البر جميلة، بس اكيد بتعمل دقنك دعوة صح؟ مهزر ولا ايه؟ عدم لا مؤاخذة يا بابا، عدم لا مؤاخذة. نخش في السؤال الخامس، بس ممكن يكون جارح شوية. جرح ازاي يعني؟ خلي بالك انت بدات تاخد عليا وانا راجل كبير. كبير في ايه حضرتك؟ اكيد كبير في السن يا ابني. ماشي يا بابا على دماغي. كمل السؤال. السؤال بيقول هل بابا نويل بيحب ماما نويل؟ طب وده سؤال يعني؟ انا بقول لك كلام جارح، الناس هي اللي بعت الاسئله، هنعمل ايه؟ يا ابني ماما نويل دي العيش. على فكره انا بدلعها وبقول لها نولتي. ايه يا بابا نولتي؟ ايوه نولتي. مش عاجبك ولا ايه؟ لا طبعا عاجبني. بحسب في حاجه. لا يا باشا ما تحسبش، عادي ولا يهمك، المهم يعني بتحبها. طبعا يا ابني طبعا. المهم يعني عشان ما نطولش على الناس، تعال نخش على اللي بعده. يلا بينا. السؤال السادس بيقول اكتر منصه بيحب بابا نويل يقضي وقته عليها. الفيس طبعا واليوتيوب. اشمعنى الفيس واليوتيوب؟ اولا الفيس عشان بحب اتفرج على فيديوهاتك وصورك وبوستاتك الجميله. يا بابا يا حبيبي، يا حبيبي والله يا بابا. انت حبيبي يا ابني. ابو اليوتيوب؟ اكيد عشان اتفرج على فيديوهاتك الجميله جدا. حبيب قلبي يا بابا، يعني اكيد عامل سبسكرايب للقناه وبتعمل لايك لكل الفيديوهات صح؟ طبعا. اهو شفتوا يا جدعان، بابا نويل عامل سبسكرايب للقناه وانتوا لسه ما عملتوش. ليه يا اولاد؟ اعملوا لايك وسبسكرايب، عايزين نوصل الزوز 500 مشترك. حبيبي يا بابا تسلم، باذن الله هنوصل لها. نخش في السؤال اللي بعده. يلا يا زوز. السؤال السابع بيقول لك اشقطها ازاي؟ ودي طبعا محتاجه كلام يا ابني. لو عاوزها تصاحبك قول لها ان نويل صاحبك. بس مش محتاجه يعني يا جدعان، معروف. حبيبي. السؤال الثامن، اكتر لاعب بيحبه بابا نويل؟ ودي محتاجه كلام يا ابني. اكيد التاريخي كريستيانو رونالدو. طبعا مش عارف الكرة فيها مين من غير الدول. طبعا. السؤال التاسع اللي معانا النهارده هو اكتر لون بيحبه بابا نويل؟ ايه مش باين عليا ولا ايه؟ ابيض صح؟ هو كده معايا في ايه؟ صحيح، لا مؤاخذة لا مؤاخذة يا بابا نويل. السؤال العاشر واخر سؤال معانا النهارده بيقول مين اكتر يوتيوبر بيحب يتفرج عليه بابا نويل؟ اكتر يوتيوبر بحب اتفرج عليه وعلى فيديوهاته مش محتاجه كلام يعني. اكيد الزوز. حبيبي يا بابا والله العظيم. مش محتاجه يا ابني. تسلم يا بابا، وانا والله العظيم مبسوط ان انت معانا النهارده، وباذن الله كل اخر سنه نجيبك معانا. وانت طيب يا زوز. استاذن انا بقى.
زي ما شفتوا يا جدعان طبعا بابا نويل طبعا سالته اهم اسئله اتبعتت لي على الانستجرام وعلى الفيس. طبعا الاسئله كانت كتير بسم الله ما شاء الله، بس انا اخترت اهم 10 اسئله منهم وسالتهم لبابا نويل. بس كده يا جدعان زي ما شفتوا كانت الحلقه بتاع النهارده، ويا رب تعجبكم. ولو عجبتكم يا جدعان ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، برضه ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه عشان عايزين نوصل 500 مشترك كده بسرعه. وبرضه يا جدعان الانستجرام بتاعه تعالى هناك بسرعه عشان باذن الله هنعمل بابا نويل دي سلسله في القناه عندنا، وكل اخر سنه كده نجيبه مره. طبعا يا جدعان انا تميت سنتين على اليوتيوب بعمل فيديوهات، فيعني ربنا يديمها دايما يا رب بالخير والمحبه. كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم. وبس كده يا جدعان، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.